هنتكلم النهارده كده في موضوع جميل جدًا يخُص الشباب الحلوة، اللي هم لسه عندهم قُل 19 سَنة، 20 سَنة، أو البنات برضه، اللي أنت لو في المرحلة العمرية دي. حابب أقول لك بس كلمتين كده حول موضوع سِن ال20. هو سِن صراحة جميل جدًا، يعني على الرغم إنه بيبقى فيه بعض من الفوضى، بس بيبقى سِن جميل جدًا. وحابب أقول لك على حاجات كده حصلت معايا في السِن ده، ويا رب يعني الفيديو يفيدك وتعرف تطلع منه بحاجات حلوة يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عبد الرحمن يوسف. لو لسه داخل القناة عندي أحب أعرفك بنفسي. المحتوى عبارة عن تحفيز، بنتكلم في كل الأمور اللي بتهمنا في العلاقات، في تعديل السلوك إلى الأفضل. طبعا زي ما بقول دايما أنا هنا مش في دور الناصح. بحاول إن أنا أوصل لك رسالة على قد ما بقدر. اتفضل الشاي. بحاول إن أنا أوصل لك الرسالة على قد ما أقدر. وعلى قد إنه العدد مش كبير جدًا أنا عارف إن عندي بعض من المشكلات، لو تعرفوا إن أنا معلّق سلك كده من أجل الإضاءة يعني فجودة الصورة مش أحسن حاجة، والعدد قليل يمكن أنا اللي يتابعني على الفيديوهات اللي عندي 20 واحد والّا كده. ولكن أنا دايمًا باقول إنه العدد، في مثل في مصر بنقول العدد في الليمون. يعني هو مش مسألة إن أنت بيتابعك 1000 واحد والّا 3000 والّا 4000 والّا مليون، ولكن القيمة اللي أنت بتقدّمها من خلال العمل ده إيه. والله أنا باشوفها كده، بعيدًا عن إنه أحيانًا بتيجي لي برضه حتّة يأس وحتّة ونوبة من نوب ال من نوبة من نوبة الخوف أو الضيق من أجل إن محتوايا ده ما بينتشرش وما بيطلعش للناس. ولكن بعد كده باقول إنه لأ، إنه أنت بتقدّم حاجة معيّنة بتناسب ناس معيّنة يعني، فاهم قصدي؟ فأنت في ناس مثلًا ما تقبلش المحتوى بتاعك أو ما بتقبلش يا سيدي الأسلوب بتاعك أو مش بتحبك وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبرضه دي رسالة لأي عمل أنت بتقدّمه في حياتك. مش شرط العمل ده هيناسب كل الناس. يعني رجال الدين دلوقتي إحنا أحيانًا بنهاجمهم من أجل إن هو بيقول لك قال الله وقال الرسول، وبيقول لك أحكام، والّا بيتكلم عن الحجاب، والّا بيتكلم على كذا، والّا بيتكلم على كذا، بيهاجم وبيُسَب. ليه؟ من أجل إنه الراجل ده جاي لشيء صعب عليه. الراجل ده جاي يتحكم في رغباتك، رغم إن هو لا جاي يتحكم في رغباتك ولا جاي يتحكم في شهواتك ولا جاي يتحكم في أي حاجة، ولكن هو بيقول لك كلام من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام ربنا يعني. فمش معنى الانتشار الكبير لأي محتوى والّا لأي صانع محتوى ده معناه إن هو ناجح. أنا مش باشوفها كده الصراحة، ولكن أنا باشوف القيمة والفايدة في الشيء اللي أنت بتقدّمه حتى لو كان بسيط. طوّلت أنا في الحتّة دي بس كنت حابب بس ألقي الضوء عليها يعني. فموضوع النهارده عايز أتكلّم فيه هو موضوع بخصوص سِن ال20 سَنة. تاخد بقى 20 سَنة قُل 19 سَنة، 20 سَنة، 21 لغاية ما تخش في حتّة ال30 كده. السِن ده واحد من الناس اللي كان سِن بالنسبة لي للأمانة كان سِن فوضوي الصراحة. يعني كنت ما كنتش باركّز في حتّة لا تشتغل على نَفْسك ولا تشتغل على حتّة العلاقات ولا تشتغل على ضبط تضبط علاقتك بربنا ولا كل الكلام ده. بصراحة بعد ما كبرت للأمانة يعني، اكتشفت طبعًا أنا مش ندمان هنا، ولكن اكتشفت إنه السِن ده كان بإمكاننا إن نعمل فيه حاجات أكتر من كده. ودي الرسالة اللي أنا عايز أقدّمها وأخواتنا البنات والصبيان يعني. إحنا دلوقتي كشباب هتلقى كل اهتماماتك ملقاة في حتّة، خلّينا نتكلّم بمنتهى الصراحة، إن أنت ت تلبس كويس ودي حاجة حلوة طبعًا. أنت تلبس كويس، إن أنت تصاحب، إن أنت تعمل كذا، إن أنت مش عارف، إن أنت تقعد على القهوة، تصاحب فلان ما أعرفش كذا، يعرّفك بفلانة بكذا يعني، وهكذا يعني. في حتّة البنات شوية يعني. بتكتشف بعد كده إنه أنت الفترة اللي أنت قضّيتها في الهبل ده sorry وفي التفاهة دي، والله باكلّمك بجد. والقعدات اللي أنت كنت بتقعدها والحفلات
وإن أنت تلف في الشارع وكل الكلام ده، أنا ما قُلتلكش العب واتمتع وكل حاجة، ولكن إحنا في السن ده تحديدًا ما بنعرفش حتّة تقسيم الوقت، يمكن تقسيم الوقت عامل مهم جدًا، وأنا برضه واحد من الناس اللي كنت يعني يا كورة، يا قاعد مع أصحابي بس. يعني فاكر أنا يعني لمّا كنت في ثانوية عامة كنت ما باذاكرش، وكنت بصراحة يعني قصّرت في حق نفسي في الحتّة دي، وأنا مش ندمان، ولكن أنا والله باعترف اعترافات يمكن أول مرّة أتكلّم فيها في فيديو صريح. بس بعد كده لمّا دخلت سِن 27 و28 و29 و30 سَنة، لأ كان بإمكاني أفضل من كده، كان بإمكاني إن أنا كنت أستغل سِن العشرينات ده من أجل حصد مال، من أجل تطوير نفسي، من أجل حاجات كتيرة جدًا أنا كان بإمكاني الصراحة ما كنتش أدخل فيها، ولكن إيه، بنرجع نقول إن سبحان الله إنه قدّر الله فعلًا وما شاء فعل. العك اللي حصل ده في فترة العشرينات والدربكة اللي حصلت والعلاقات اللي حصلت وكل الحاجات دي، هي اللي بتخلّيك تثبت. ولكن هل في ناس، وده الفيديو اللي أنا جاي أتكلم فيه النهارده، هل في ناس تقدر، أنت لو وصل لك الفيديو، هل تقدر إن أنت تتخطى طبعًا، تتخطاها وتكون أقل ضرر. يعني أنا باشوف سِن العشرينات ده لو الإنسان حاول إن هو حاول جاهدًا إن هو يتغلب على نَفْسه، باشوف إنه هيكسب حاجات كتيرة جدًا. يعني أنت لمّا بتوصل سِن ال30 سَنة، أي حد عنده 30 سَنة هيقول لك هادي، عنده كده لا مبالاة، الدنيا تقلب تعدل، كل الكلام ده ما فيش حاجة فارقة معاه. آآ كل اللي بيهمه إن هو يقعد في مكان هادي، إن هو يحسّن علاقته بربنا، يفكّر إن هو لو ما اتجوّزش يفكّر إن هو يتجوّز. لكن سِن العشرينات رايح جاي، مش عارف إيه، هنروح الحتّة الفلانية، هنعمل، هنسوي، كل آآ لأ، كان بإمكاني إن أنا كنت صراحة إن أنا أعمل حاجات كتيرة جدًا في السِن ده، بس لأ يعني الأمانة قصّرت فيه. أنا بصراحة في الفيديو ده مش عارف أتكلّم أقول إيه، بس الأمانة أنا قصّرت في سِن العشرينات. وحاليًا دلوقتي برضه الواحد كبر برضه، العقلية اتغيّرت مش زي الأول. فلأ، أنت دلوقتي ما فيش، أنت لمّا تخش أنت عندك لمّا تخش 30 سَنة ما فيش الكلام بتاع العشرينات، ما فيش حتّة إن أنت تصاحب أي حد، بصراحة يعني. ما فيش حتّة إن أنت حتّى حتّة الاختيار، حتّى اختيارك لشريك حياتك، الموضوع اتغيّر. يمكن في سِن العشرينات أنت بتفكّر في حتّة إن هي تبقى جميلة، ما بتحطّش أي معيار تاني غير الجمال، غير إن شكلها يبقى حلو، غير إنه تبقى بتحبك حتّى لو هي بتمثّل عليك، كل الكلام ده. ولكن لمّا بتكبر بقى وبتخش سِن التلاتينات، بتكتشف إنه مفهوم الحب ده نَفْسه غير اللي أنت كنت أصلًا حاطّه في دماغك. بتكتشف بقى إن أنت تنقّي بنت أصول، تنقّي بنت محترمة، تنقّي بنت نفس عقليتك، تنقّي بنت تناسبك، وهكذا البنت يعني. ف فلو أنت يعني من من المتابعين ليّا في القناة، ومن أصدقائي يعني المقربين، أنا ما باحبش حتّة متابع ليّا وfans والكلام ده. أنا باعتبر إنه أي حد بيدخل القناة عندي أنا باعتبره بجد إن هو أخويا، حتى إحنا لو مش بنقابل بعض ولا بنشوف بعض، ولكن باعتبره إن هو أخويا وليه فضل كبير جدًا بعد ربنا في نشر هذا المحتوى يعني. فأنت لو وصل لك الفيديو ده، ولو أنت وصل لك الفيديو ده، آآ قليل دائم خير من كثير متقطع. سيبك من الأوهام، والله بجد سِن العشرينات معظمه أوهام. سيبك من أوهام الحب، سيبك من وَهْم العلاقات المزيفة، سيبك من وَهْم الصداقة، سيبك من وَهْم الارتباط، فُكّك من الحاجات دي كلّها خالص يا صديقي. الحاجات دي والله مش هتقدّم ولا بالعكس، هتلقى في ناس ممكن زيّك في ثانوية عامة والّا كده، هتلاقيهم متفوّقة عليك لإن أنت ماشي ورا سراب ورا. أنا جاي أقول لك الفيديو ده لإن والله حرفيًا أنا حاجات كتيرة حصلت معايا في السِن ده. ندمان، مش هاقول لك الندم اللي هو، لكن زعلان، زعلان على الفترة دي، زعلان على الفترة دي إن أنا ما عرفتش أستغلّها كويس، رغم إنه أنا كان مُخّي نضيف وقصّرت في الثانوية العامة وكل الكلام ده. ولكن لأ، كان بالإمكان أفضل مما كان يعني. فحاول جاهدًا إن أنت تبتدي في تغيير نَفْسك، في تطوير نَفْسك،
في إن أنت تبعد عن أصدقاء السوء، إن أنت تغيّر تفكيرك وتغيّر وعيك، إن أنت تركن فلوس، تحوّش فلوس، تستثمر فلوسك في أبسط حاجة. يعني مش كلمة الاستثمار مش معنى إن أنا أستثمر في العقارات ولا الكلام الكبير ده، ممكن تستثمر في حاجات بسيطة جدًا تجيب لك فلوس. صدّقني لمّا أنت تبتدي على نَفْسك من سِن 20 سَنة، يمكن إحنا للأمانة يعني بعض من الآباء والأمهات ما حدّش بيقول لنا الكلام ده. يعني المفروض الأب والأم يقول لك الكلام ده ويفهّمك ويقول لك أنت تستغل السِن ده. أنت بتبقى سِن 16، 17 سَنة ما فيش وعي، خلاص يعني سِنّك بيبقى صغير، لكن لمّا بتكبر مش مثلًا 20 سَنة خلاص، أنت المفروض بتبقى إنسان برضه في حتّة في جزء من المسؤولية عندك. فلأ، يعني اشتغل على نَفْسك أكتر. أنا باقولها لك على ضمانتي، اهرب من العلاقات دي خالص، اهرب من العلاقة اللي هي دايمًا بتخلّيك تبقى متمرد على عيلتك. العلاقات اللي هي دايمًا بيقول لك أبوك مثلًا بيقول لك ما تخرجش بالليل، أبوك خايف عليك. واحد صاحبك بقى هو ده الشيطان أعوذ بالله، يقول لك اخرج، اطلع، إحنا كلنا بنطلع. ده مش بيحبك على فكرة، وأول واحد ده بيسيبك. دي أول واحدة. البنت اللي هي دايمًا بتحرضِك على إن أنتِ تكلمي الشباب، دي أول واحدة بتسيبك. فخلّي بالكم من الفترة دي. بتبقى فترة صعبة جدًا، فترة فيها تلخبط أو مش عارف، بتبقى متلخبطة شوية. دايمًا بافكّر في إنه أنا الولد دايمًا بافكّر إن أنا أخلّي صوت حلو قدّام الناس. وده شيء جميل جدًا إن أنت تلبس وتتفسّح وكل الكلام ده، ولكن ما يبقاش على حساب نَفْسك. فخلّي بالك من الحتّة دي. الناس اللي بتُعجب بيك دي وتقول لك أنت كذا وأنت كذا، صدّقني الناس دول فترة مش هيبقوا موجودين. أنت الرواية دي بتاعتك أنت، وأنت بطلها، وأنتِ البطلة بتاعتها. فأنت تبقى هتحاول على قد ما تقدر جاهدًا إن أنت تخلّي بالك من نَفْسك، تخلّي بالك من نَفْسك. الحاجة برضه اللي أنا عايز أقولها، يمكن في السِن ده الصراحة أنا يعني بالنسبة لي عدّيت بيها حتّة الصداقات أو العلاقات الكتيرة أوي. كنت بافرح زمان دايمًا باللمّة حواليّا. والله بجد ما فيش ولا واحد، أقسم بالله العظيم أنا كنت يمكن أصحابي 30 واحد، والله العظيم ولا واحد إلا بقى اللي هم أصحاب الدراسة اللي هم معايا من الابتدائي، دول اللي حاليًا موجودين. ولكن في فئات كده أنا اتعرّفت عليها في فترة معيّنة، أنا كنت باقعد مع نفسي باقول أنا إزاي كنت باعرف الناس دي. مش باحتقرهم والله، ولكن لا فكرًا ولا ثقافة ولا أي حاجة. لمّا كبرت بقى وفهمت، عرفت إنه الإنسان بتعدّي عليه فترة في حياته لو ما عملش كده فرملة لنفسه، لأ، ما خلاص بيروح في سكة تانية. فخلّي بالك من الحتّة دي. وباتمنى من ربنا إنه يوصل لك الفيديو ده. وعاوز تعليق رأيك على الفيديو، وما تجاملنيش بالله عليك، لأنه في مقولة كده بتقول من عصم قصم. ما تجاملنيش، أنا مش باحب المجاملة خالص. قُل لي حتى لو الفيديو ما عجبكش، لأنه أنت كده مش بتدعمني بالعكس. فقُل لي لو أنت بتعدّي بعلاقات زي كده، بتعدّي بحاجات زي كده في العشرينات. أنا متأكد إن شاء الله بإذن الله، يعني مع إنه الكلام ممكن ما يبقاش بالوجه المطلوب أو الصورة المطلوبة كشاشة يعني. بس إن شاء الله الفيديو ده يكون تحفيز ليك، ويخلّيك إن أنت تتغيّر، ويخلّيك إن أنتِ تتغيّري برضه للأفضل. وأشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.